في الوقت اللي كانت بريطانيا محتاجة إنها تدعم جيوشها في مستعمراتها، قامت بريطانيا بفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات والسلع الغذائية من ضمنها منتج الشاي. وبالفعل تم إنشاء مكتب لجمع الضرائب الجمركية تابع لشركة الهند الشرقية في بوسطن. وبوسطن وقتها كانت تابعة للمستعمرات البريطانية للولايات المتحدة الأمريكية. وقوبل هذا القرار بمجموعة من المظاهرات والاحتجاجات العامة في الشوارع لحد سنة 1770 ميلاديا. حصلت حادثة اسمها مجزرة بوسطن، واللي حصل فيها إن مجموعة من الجنود البريطانيين قاموا بقتل 5 من المدنيين الأمريكيين بسبب تعارك جندي بريطاني معهم بسبب رميه بالحجارة وكرات التلج. وبعد كده بدأ الأمريكيون في تهريب الشاي لتجنب دفع الضرائب. وبعد كده اتبنوا سياسة مقاطعة المنتجات البريطانية في جميع المستعمرات الأمريكية، مش بوسطن بس. وبعد كده لسنة 1773 ميلاديا حصلت حاجة اسمها حادثة حفل الشاي، بعد أن تخفى مجموعة من الاستقلاليون الأمريكيين في زي الهنود الحمر اللي هم السكان الأصليين لأمريكا. قاموا بتسلق السفن البريطانية اللي كانت متحملة بمجموعة من المنتجات البريطانية من ضمنها منتج الشاي، وقاموا برمي الشاي في ميناء بوسطن. بعد ما رموا الشاي في ميناء بوسطن قامت مظاهرات واحتجاجات عامة في جميع شوارع بوسطن والولايات المتحدة الأمريكية، واتسمت بالفعل باسم حفلة الشاي. وبعد كده لحد سنة 1776 ميلاديا حصلت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها، يعني بعد حادثة حفل الشاي ب3 سنوات فقط. وبعد كده في يوم 4 يوليو من كل سنة بيحتفل الأمريكيين بحفلة حادثة الشاي بتكرير جملة معناها في اللغة الإنجليزية Dump the tea in the sea.